صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بيكم معانا وحلقه جديده ولقاء جديد في يوم السبت، يوم سعيد على حضراتكم يا رب تستمتعوا فيه. اللي عنده مذاكره يشد حيله في امتحانات ميد ترم، اللي بيقضي اليوم بره ان شاء الله يستمتع بيومه. وعلى ذكر الاستمتاع باليوم نتعرف كمان على الحاله الجويه قبل ما نبدا معاكم موضوعنا النهارده واخبارنا من الدكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذه داليا، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك. واخبار الحاله الجويه ايه؟ عشان في كده شائعات تتضارب الاقوال، ناس بتقول ان في حر وتراب النهارده وناس بتقول لا ده موجه وهتخلص يوم الثلاث. الوضع ايه يا فندم؟ هو حضرتك النهارده ان شاء الله في ارتفاع ملحوظ متوقع ومؤقت في درجات الحراره. نعم. فعلى سبيل المثال القاهره اليوم منتظر بيها 31 درجه بارتفاع 8 درجات عن الامس تقريبا. ايوه. بيصاحب ذلك ما بين وقتي الظهيره والعصر نشاط الرياح المثيره للرمال والاتربه، تاثيرها بيبقى واضح على الطرق الصحراويه وعلى محافظات الصعيد وسيناء. هي تستمر معانا لامتى يا فندم؟ النهارده بس حضرتك. النهارده بس. هل هتبقى زي اللي حصلت الاسبوع الماضي اللي كانت عاصفه شديده كده؟ لا هي اقل منها طبعا حضرتك، لان هو المره اللي فاتت العواصف وصلت الى القاهره وكل انحاء الجمهوريه. ايوه. لكن النهارده العواصف بس على الطرق الصحراويه والصعيد زي ما قلت، وان خفت حدتها نسبيا على القاهره والوجه البحري. وهذا الارتفاع مؤقت لان الخرائط اللي قدامنا بتقول اعتبارا من بكره هتعاود درجات الحراره انخفاضها الملحوظ مره اخرى باذن الله. ان شاء الله. وطب بقيه الاسبوع او يعني لغايه اليومين المقبلين هيبقى ايه؟ يعني بكره هتنخفض شويه، هتستمر في الانخفاض؟ لغايه يوم حضرتك الثلاث او الاربع درجات الحراره ما بين 24 ل 25 درجه، فده بيعتبر قله الاعتدال. طبعا. احنا النهارده بنتكلم عن فصل الربيع فقط 24 ساعه. نعم. طيب الحمد لله. انا بشكرك دكتور وحيد، شكرا جزيلا على هذه المداخله. يعني النهارده حر شويه او في ارتفاع شويه، مش هقدر اقول حر 31 ما هوش حر يعني، بس حر مقارنه بالامس، لكن هتعود مره اخرى وتنخفض غدا باذن الله. النهارده بنتكلم هو من بدايه يعني شهر مارس كده من اول الشهر، وانا قلت لحضراتكم كل شهر وانتم طيبين، لان شهر مارس تحديدا له وضع مختلف. دايما بنقول عليه شهر المراه، يوم المراه العالمي كان 8 مارس، يوم المراه المصريه كان 16 مارس، عيد الام 21 مارس، وايضا اعياد الربيع. شهر مارس كده له دايما طابع خاص، ما هواش برد كمان زي فبراير ويناير وديسمبر، ولا هو هيبدا يحرر قوي زي بقى اللي هندخل بعد كده في الشهور المقبله او حتى من ابريل بنلاقي شويه في ارتفاع درجه الحراره. لكن شهر مارس كده شهر جميل. طيب المراه او زي المراه الجميله اللي هنتكلم عنها النهارده، المراه ودورها في المجتمع. بتقدر تطور نفسها ازاي؟ ايه اللي مطلوب من المراه في المرحله القادمه؟ مقارنه كده ما بينها وما بين المراه زمان، ايه التطور اللي حصل للمراه المصريه بصفه عامه؟ ده هيكون لقائنا النهارده مع ضيفتنا هتشرفنا بعد شويه. خليني ابتدي معاكم باخبارنا. واول خبر معانا، الداخليه اقامت جميع مباريات الدوري العام وغيرها بدون جمهور. صرح مسؤول مركز اعلام الامني بوزاره الداخليه انه في اطار الاطلاع لوزاره بمسؤوليتها عبر التاريخ وحتى وغيرها من المباريات واقامتها بدون جمهور، فإن وزارة الداخلية تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تم وضعها لإقامة المباريات بدون جمهور حتى تخرج المباريات بالشكل المشرف للرياضة المصرية. تاني خبر معانا مشاهدينا، مصر تشارك العالم في حملة ساعة الأرض اليوم. تشارك مصر السبت دول العالم في فعاليات حملة ساعة الأرض لعام 2016 من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء تحت شعار فلنغير تغيير المناخ، والتي تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة. هدايا عيد الأم ترفع الإقبال على معرض القاهرة الدولي. أكد محمد سامي رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن معرض القاهرة الدولي في دورته ال49 التي تعقد تحت شعار مصر دايما بتجمعنا شهد إقبالا كبيرا في يومه الثالث، حيث اتجه الزوار إلى أجنحة الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والسجاد، وذلك بهدف شراء هدايا عيد الأم.
بالإضافة إلى الموديلات الجديدة للسلع المعمرة التي طرحتها الشركات المصرية لأول مرة، وبخصومات تتراوح ما بين 20 و 30% من أجل تنشيط السوق في ظل الإقبال الملحوظ على المعرض. وأشار سامي إلى أن المعرض يعد من أكبر الأحداث التجارية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يساعد على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، كما يعد ملتقى يجمع التاجر والصانع للتعرف على أذواق المستهلكين، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية التي تعاني من تذبذب في الأسعار، مما يجعل المعرض فرصة للشراء للاستفادة من تخفيضات الأسعار على جميع السلع والمنتجات. طبعا دي كلها عشان هدايا عيد الأم، هدايا ست الحبايب، كل سنة وانتي طيبة. آخر خبر معانا مشاهدينا، رؤساء البنوك هدوء في الطلب على الدولار وإقبال متزايد على الشهادات الدولارية. أكد رؤساء بنوك ومصرفيون أن الإقبال على شهادات الادخار الدولارية ذات العائد المميز يختلف بمختلف أجالها، استمر أمس واليوم الخامس على التوالي، كما تزايد معدل الادخار في شهادة الادخار بالجنيه ذات العائد 15% مقابل التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، مشيرين إلى أنه صاحب ذلك هدوء في سوق الصرف بفضل العطاءات الاستثنائية للبنك المركزي التي بلغت 2.4 مليار دولار في أقل من أسبوعين، وساهمت في تلبية الطلب الحقيقي والإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ. زي النهاردة 19 مارس عام 1989 تحرير طابة. تعد مدينة طابة آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة، وتمثل أهمية استراتيجية وسياحية. تبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كيلومتر، وتجاورها مدينة إيلات، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابة شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم المناطق للجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء. في 5 يونيو عام 1967 احتلت إسرائيل كل سيناء بما فيها طابة، وبعد نصر 6 أكتوبر وإجراءات مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 وقع الرئيس السادات معاهدة كامب ديفيد التي تطالب إسرائيل الخروج من كل سيناء. وفي 25 إبريل عام 1982 خرجت إسرائيل من كل سيناء ما عدا طابة، إلى أن خرجت منها بعد جولات من المباحثات والتحكيم الدولي، وتم جلاء الإسرائيليين عنها زي النهاردة 19 مارس عام 1989. وقام الرئيس الأسبق حسني مبارك برفع العلم عليها، واعتبر هذا اليوم عيد تحرير طابة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر دايما طيبة وفي عزة وفي انتصار دائما يا رب. هستاذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع نرحب بيكم بضيفتنا. هنتكلم معاها النهارده زي ما قلنا من البدايه عن المراه وازاي بتطور نفسها او ازاي ممكن تطوير نفسها. اهلا بكل مشاهدينا، برحب بحضراتكم مره ثانيه. احنا معاكم على الهواء مباشره، وطبعا بيسعدنا تواصل حضراتكم في هذا الموضوع، سيدات او رجال. صحيح بنتكلم عن المراه النهارده، بس ده الشهر كله خاص بالمراه. عايزه اسمع ارائكم، عايزه اشوف التطور اللي حصل في المراه من وجهه نظركم، ايه اللي المراه محتاجاه ما زالت في المجتمع، ايه اللي ممكن تقدمه. هنتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع مع ضيفتي الاستاذه امال فقيه، الكاتبه واخصائيه التنميه البشريه. صباح الفل واهلا بيكي. صباح النور. كل سنه طيبه، كل سنه طيبه عشان امراه، وكل سنه طيبه عشان ماما، وكل سنه وانت طيبه عشان شهر مارس وعيد الربيع. كل سنه وانت طيبه، وكل مرأة في مصر وفي العالم كله بخير، ووحشتيني كالعاده. ميرسي حبيبتي، كل سنه وانت بصحه وسلامه، وكل يا رب نساء الدنيا في خير وفي سعاده يا رب يا رب. لما بتبصي كده على المجتمع من معارفك، من معارفك انت ماشيه في الشارع، انت قاعده في اي مكان، بتشوفي المرأة بقت عامله ازاي؟ اكيد في تطور، بس كمان في اعباء. يعني هو اختلط عندنا مفهوم. طب خلينا نعرف ايه التطور، وهعرف اللي اختلط عندنا المفهوم هنقوله.
هو التطور كل ما احنا الدايره بتوسع وكل ما بيبقى عندنا تطلعات وكل ما بيبقى في مجالات اكتر ان احنا نتطور فيها كل ما بيزيد علينا العبء والمسؤوليه. طبعا دلوقتي يمكن في يعني انا شايفه في مصر ومش تحيز، النهارده يوم المراه بقى كل مره نقول للراجل انت كويس، النهارده احنا الشهر كله شهر المراه بتاعها. فالحقيقه في مصر تحديدا يعني يمكن ده ملموس، الست بتقوم بادوار متعدده جدا، مسؤوليات ما كانتش موجوده قبل كده، واضحه يعني يمكن يلمسها اللي بعد وقرب مثلا هيلاقي الست عليها كل حاجه واضحه لدرجه انها اصبحت عاده واصبح ان هو ده الوضع الطبيعي، حق انه ما بقتش حاجه غلط او حاجه انه لا ده عيب زياده على المرأة، لا هو على فكره كل الستات بتعمل كده. والعجيبه يعني حضرتك كنت الاقي مثلا الاوقات بتاعه الصبح او اوقات خروج المدارس اكتر الستات اللي سايقه ستات يعني اللي سايقين اكتر من الرجاله، اللي بيجيبوا من المدارس واللي بيتحركوا الستات. فهي من غير ما تحس مع التطور ومع كل حاجه موجوده لكن هي بتشيل هنا وهنا وهنا. فطبعا المراه تفتكري التطور ده افادها ولا ضرها؟ يعني ايجابي ولا سلبي؟ الاثنين الحقيقه. ايجابي في انها هي كانت عايزه كده من غير ما تحس، يعني هي بتسعى ورا ده من غير ما تحس وبتدور عليه وفضلت تقول ليه انا ما بعملش كده وليه انا ما بتحملش مسؤوليه ده. السلبي ان هي دورها الاساسي واحساسها بانوثتها ابتدت تضيع في النص، ودي المعادله الصعبه اللي ستات كتير دلوقتي بتعاني منها. بتقول طب انا هعمل ايه وانا متحمله كل ده؟ ازاي همارس حقوقي كمراه كانثى بطبيعتها اللي اتخلقت عليها؟ المعادله دي لو وقعت من بعض الستات هيبقى السبب الكبير عليها هي هنقول بعد شويه. زي الرغبه دي لو انا هتماشى معاكي في هذا الاتجاه وانه هي المراه اللي كانت عايزه ده. تمام. المراه لما بتعوز حاجه ده على مر التاريخ يعني بيبقى نتاج لمقدمات او لاشياء اخرى او لواقع هي كانت عايشه. تفتكري المراه في هذا العصر ايه اللي كانت رافضاه في عصر امها وعصر جدتها وبالتالي دفعها ان هي ده تصوري يعني مش لازم يكون رافضاه، ولكن اقصد انه الدوافع اللي خلتها توصل لهذا الوضع اللي هي فيه عليه حاليا؟ التبعيه. هي رفضت فكره انها تكون تابع، ويعني فكرتها للتحرر كانت عارفه مجرده يعني ما انا مش هكون تابع فانا هعتمد على نفسي، رغم ان التبعيه دي هي اللي بتخلق عندها احساسها بانها مرأة. يعني هي خلقت كده، ويمكن المرأة العربية بشكل خاص يعني هي خلقت كده، وهي خلقت علشان تكون يعني زي ما احنا بنقول في كنف راجل يعني. فطول ما هي حاسه، وخلي بالك يا استاذه داليا لما يعني اي ست مهما بلغت من مراكز علميه او لو قعدتي معاها هتلاقيها بتحن قوي انها تكون ست. طبعا يعني بتحن ان هي تكون فطره طبعا غصب عنها. بتحن جدا ان هي تكون ما عندهاش مسؤوليات، وان كان طبعا برضو ده هيبقى في المعادله هي تقدر تعيش ده وتعيش ده. فهي طبعا تمردها على الماضي وعلى تبعيتها للرجل ومفهوم الرجل كمان تجاه المراه، وان هي حد من، ولكن ده في زمن متاخر. يمكن دلوقتي احنا ابتدت السنوات تتقلب وبقى يعني احنا دلوقتي لغايه الجده في متعلمات صح. كان في طبعا عصر يمكن هنقول من 50 60 سنه لا كان بيبقى الام والجده مش على علم يعني او مش متعلمه، مش هنقول اقل حتى التعليم، وده كان العادي. هي خلقت عروسه حلوه كده جميله تهتم تتزوج في سن صغيره وتتجوز في سن صغير بالظبط وتهتم بامور بيتها وحياتها، شيء جميل على فكره جزء منه. فلما جت الست تفتح الطريق فتحته قوي فشالت بقى في سكتها كل حاجه. وده اللي بيخلي الاختلاف ده واضح ما بين الثلاث اجيال، ما بين امرأة اليوم والامس اللي هي في الام تتمثل في الام والجده. حقيقي حقيقي. يعني هو ده اللي بيبان لنا. ولكن دلوقتي هنلاقي ان شويه الستات بتحن ترجع بس هي مش عارفه ترجع ازاي. تفتكري ده هيأثر بقى على الفتيات الصغيرات اللي هم في سن الدراسه دلوقتي، في سن المدارس، مرحله المراهقه والشباب؟
هذه الصورة من نموذج المرأة اللي موجود في الوقت الحالي هو مش نموذج سلبي، بس أنا بتكلم على هذا النموذج اللي احنا بنقول إنه المرأة قوية، المرأة بتوصل اللي هي عايزاه، هي عندها قدرة على تحمل كل هذه المسؤوليات والأعباء، لكن ما هو ده ضغوط عليها في النهاية يعني، وما هوش شكل الحياة المنظم، ما هوش الشكل الواقعي والشكل الحقيقي للحياة وما خلقت ليه المرأة. الجيل ده بقى اللي هم هيبقوا زوجات وأمهات خلال 10 سنوات مثلا او اكثر يعني في هذه المرحله، هتفتكري هيبقى شكل الوضع بالنسبه لهم ايه؟ مش هنعمم، لكن هقول رايي بصراحه. للاسف البعض اصبح الموضوع عندها هو الجواز هيضيف لي ايه؟ الجواز هيديني ايه اكتر؟ الجواز يعني ايه الميزه التنافسيه اللي في الجواز؟ ابتدت تشوف المشاكل اللي بتحصل من الأعباء اللي شالتها المرأة في الأجيال اللي قبلها، يعني ابتدت تشوفها قدام عينيها وتدور على الحل في إنها تتمرد مرة تانية. يعني احنا مشكلتنا دايما في الحلول في المواقف دي إن احنا لما بنبقى مش عايزين الحاجة بناخد ضدها، ما بناخدش حاجة قريبة منها أو بنحلها أو بنعمل لنفسنا طريق منها، احنا بناخد الضد على طول. يعني تفتكري ان هم هسألك على النقطة دي عشان انا لاحظتها، بس مش قادرة اعمم برضو، ولكن أيوة في حالات فردية. بس هاخد تليفون الاستاذ عماد مهدي عضو اتحاد الاثريين. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير استاذ عماد، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ داليا؟ استاذ حضرتك بس نعلي الصوت من فضلك شوية. الو. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذ عماد. ده طبعا احنا بنقول انه شهر مارس ده بالكامل حقيقة شهر المرأة، ما بين عيد الام ويوم المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي وهكذا. المرأة المصرية القديمة في التاريخ القديم وقدماء المصريين كان شكل المرأة دي ايه؟ التطور اللي حصل، او لو عملنا مقارنة ما بين المرأة القديمة والمرأة العصرية اليوم. شوف يا استاذ داليا، يعني احنا من قراءتنا في الحضاره وفي التاريخ لم نجد في اي حضاره يعني تمكين للمراه كما حدث في عصر الدوله القديمه في مصر القديمه. زي ما حدث يعني في عصر الدوله؟ في عصر مصر القديمه يعني المراه نالت كل حقوقها وكل واجباتها، وحظيت بمكانه مرموقه في المجتمع المصري لم تحظى بها في المجتمع الحديث اللي احنا عايشين فيه النهارده. يعني لما نيجي نعمل عمليه المقارنه، لا اقول لحضرتك ان احنا نفخر كمصريين ان الحضاره المصريه هي اول حضاره او اهم حضاره في العالم مكنت المراه في المجتمع، وفعلا كان فعلا يعني المثال اللي بيقول المراه نصف المجتمع، فعلا هذا المثل تحقق بالفعل في عصر مصر القديمه. نعم. طب ايه شكل التمكين؟ شوف حضرتك، يعني المرأة، يعني لو هنتكلم عن المجتمع المصري بنتكلم ان المرأة شاركت الرجل في الحياة، وهي عنصر هام واساسي في المجتمع المصري في العمل. يعني شاركته في تربية الابناء، شاركته في عمله في الغيط، شاركته في كل الحرف اللي كان بيعملها المصري. يعني وعايز اقول لحضرتك ان يعني لا يكاد يخلو حائط في مصر القديمة او مقبرة او معبد الا ما ذكرت المرأة وتجسدت صورة المرأة بشكل كامل. كمان شاركها في الحياة الدينية، يعني نبص نلاقي ان هو كمان حطها في الرموز الدينيه. يعني لما يجي مثلا يرمز الى السماء، الحد الفاصل بين النظام والفوضى اختار المراه النوت، والرجل هو الارض جد. فده تمكين للمراه واحترام للمراه. نبص مثلا عندنا الست اللي هي ايزيس، رمز الوفاء الزوجه والتربيه حورس. عندنا معد، معبوده او ربه العداله في مصر القديمه هي امراه. عندنا انتشاط، معبودة الخاصة بالعلم وبالكتابة. يعني نعم. تخيل حضرتك بقى شاركها في الديانة كمان، يعني شاركة الأرباب كرمزية، شاركته في المجتمع. لا المرأة. وبعدين عندنا نبص للأدب، يعني لما نلاقي مثلا كاجمني وصف المرأة وصف رائع، يعني لما بيقول المرأة الجميلة ليست دائما طيبة ولكن المرأة الطيبة دائما جميلة. بص حضرتك بيبص على جوهر المرأة، ما بصش على الشكل والجمال، لا ده بص على جوهر المرأة. عندنا ايضا مثلا لما نبص نلاقي الحكيم آني، بنتكلم مثلا عن الأمومة، لما بينصح ابنه بيقول له ارعى زوجتك كأنها أم أولادك، إذا أسعدتها أسعدت رعايتهم. تخيل حضرتك الأدب المصري كمان يعني كرم المرأة، فكرمت في المجتمع، كرمت فلا المرأة المصرية نالت كل حقوقها وكل واجباتها. وبعدين كمان كان بيسن لها القوانين، يعني لو الرجل طلق امرأته بدون أي سبب كان من حقها في مصر القديمة أن هي تنال ثلث ميراثه، ثلث أو أمواله.
يعني حتى كان عندهم قوانين. عموما استاذ عماد مهدي عضو الاتحاد الاثريين، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا التوضيح لتاريخ شفتي للمراه المصريه زمان. عجبتني قوي الجمله بتاعت استاذ عماد كمان، ان المراه الطيبه جميله، لكن مش دايما المراه الجميله طيبه. هو عموما تحسي ان هم كانوا دنيا ثانيه خالص قدام المصريين في كل التطور اللي وصل ليه، حتى تطورهم للمراه. يمكن ما اقدرش طبعا بكل المقاييس اغفل فكره انه الدين الاسلامي والشريعه الاسلاميه يمكن من اكثر شريعه اهتمت بالمراه ورفعت من شان المراه. اللي بيقول وبيشكك في ذلك يشوف فرق القوانين، بس هي المشكله ان احنا مش بنطبق احنا كبني ادمين حتى لو بعيدا عن القانون. بيننا وما بين بعض الزوج وزوجته، الاب والاخوات واخواتهم الاناث. فاحنا لو نبص لشريعه ربنا هنلاقي ان هي بتقدر المراه وتعطيها حق تقدير، لكن احنا مع الاسف اللي مش صحيح اللي مش بنعرف نعمل يعني ده. فعلا الدين الاسلامي جه بقوانين بتكفل للمراه حريتها، بدايه من ايام وقت البنات طبعا لما حرر المراه او الانثى بشكل عام. يعني الحقيقه ويمكن دي كمان في فكره القوامه، يعني وهي خروج المرأة من عباءة الرجل. أيوة. الرجل لو قوام بالفعل على المرأة وقائم على احتياجاتها، وهي مش هتضطر تخرج. في بعض الأسر وفي بعض الحالات هي ودي اللي بتبقى مضغوطة، هي بتكون مضطرة تقوم بده لان هي بتتقاسم ده معاه، واذا كانت بتقدر يعني تساعده، لكن بعض الرجال ما بتفهمش النقطه دي للاسف. هرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها بفكره التطور اللي ممكن يحصل للمراه. كنت بتتكلمي على فكره انه في بعض، مش هعمل حقيقي البعض من الجنسين على فكره، بس يمكن احنا خصصنا اكثر للمراه والفتاه انه هو الزوج ايه لازمته في الحياه، انا أيوة. ليه اعمل كده، ليه انا عايزه اعيش حياتي باي بيت لوحدها. كان في شويه كلام كده على مواقع التواصل الاجتماعي انه فتيات صغيرات عايزه تعيش لوحدها. ما تفهميش بقى هو كان نوع من انواع التقليد للخارج ولا ده التطور اللي هي بتطمح اليه، ان هي تنفصل عن بيت الاهل ويبقى عندها شغلها وشقتها وحياتها، وانه انا مش عايزه اعيش العيشه بقى لا دول ولا دول ولا دول عايزه تختلف تماما عن الام والجده وجده الام. هل ده تفكير بنات ساذج ولا ده ناقوس خطر لازم يخلينا ناخد بالنا من الاجيال اللي جايه؟ ده له عده عوامل. اولها طبعا مساله الانفتاح. الانفتاح في التكنولوجيا يعني بشكل اكبر. في نقطه ثانيه، هي اكيد مفهوم من الام اتنقل غلط، احيانا بيكون نتاج لمشاكل اسريه، فبتلاقي الام نقلت لها فكره ان الراجل هيعمل ايه، هو ايه بالنسبه لك، مش هيضيف لك، ما بيجيبلكيش، بيجيب لك. فده جزء الام، جزء بتاع التكنولوجيا. في جزء ثالث بيكون تقليد اعمى زي ما حضرتك اتفضلتي. في بقى جزء مهم جدا اللي هي ارتفاع يعني نسبه العنوسه فدايما البنت دلوقتي عندها مؤشر ان ممكن ما تتجوزش، ممكن الراجل بالظبط بيدي انا ما هي بتاخد خطوات استباقيه بالظبط كده، مش ان انا مش عارفه اتجوز. لو ما جاش انا مش محتاجه له. لو احنا حصرنا دور الراجل في المسائل الماديه او في القوائم الماديه، هتبقى طبعا ده مبرر طبيعي ان هي تدور على نفسها وتبتدي تشوف ده جزء سلبي. انا كل النقط دي جزء سلبي. الجزء الايجابي ان البنت بقت اكتر وعي، وده اللي هيفرق البنات اللي بيتصرفوا ده بشكل عشوائي، او البنات اللي هم بيتصرفوه او ده تفكيرهم ان انا يكون ليا حياتي ويكون ليا شخصيتي ويكون ليا كينونتي، ان انا تخصصي في الحياه مثلا في مجال معين، علشان اقدر اخاطب فكر. يعني مش لازم تكون هي بتاخد الخطوات الاستباقيه دي علشان هي دايما حاطه سوق لا، هي ممكن تكون علشان فعلا هي حابه تكون على شكل كامل هي وشريك الحياه. اذا جه بنفس المواصفات اللي هي بتتمناها كان بها واهلا وسهلا، اذا ما جاش هي تقدر تقوم بحياتها وتبقى انسان كامل متكامل.
نستكمل كلامنا، ناخد تليفون سريع. مدام سعاد. الو. الو، اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح النور، اهلا بحضرتك. شهر جميل، شهر مارس، عيد الام، عيد المراه العالمي والمصري. تكريم المراه، الاسلام كرم المراه ايام تكريم. ربنا سبحانه وتعالى جعل لها استقلاليتها الاقتصاديه، جعل لها حقها في الميراث. هو صحيح في بعض البلدان هنا في مصر يعني بتحرم المرأة، صحيح، ما زلنا مع الأسف. ما زلنا مع الأسف الشديد بتحرم المرأة إرثها الشرعي. صحيح. مدعيين إنه لا، ده الفلوس هتروح لراجل تاني. طب ما أنت من مراتك هتجيلك فلوس من راجل من أسرتها من راجل تاني برضه. إيه؟ مش هندخل في التفاصيل، لكن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى كرمها أيام تكريم. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير، حب المرأة وقدرها. وعمر بن الخطاب راجعته المرأة عندما طلب تقليل المهور، فرجعته فقال انه صدقت المرأة واخطأ عمر، ولم يعني يشعر بان هو ده يعني بيقلل من قدره، لا بالعكس، هو عمر بن الخطاب الفاروق. ومع هذا طالما ان المرأة صح، فهو أيدها بدون خجل وبمنتهى الإباء والشمم. المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الابنة، هي الصديقة، هي عمود البيت. صدقيني، هي الراجل طبعا لا نقلل من قدره على الإطلاق. الرجل هو القائد، هو يعني قائد السفينة، ربان السفينة، لكن المرأة هي عمود البيت. والمرأة لو العمود ده اتكسر صدقيني الخيمة بتقع. ربنا يبارك في المرأة المصرية. شوفيها في طوابير الانتخابات، شوفيها وهي بتخرج من قلبها عشان تحمي ولادها ومستقبلهم، شوفيها وهي في الحرب بتحسهم على انهم يدافعوا عن بلدها وعن بلدهم، وبتحسهم ان هم يفدوا ترابها. المرأة شيء رائع كرمها ربنا سبحانه وتعالى. والشاعر قال تهز المهد بيمينها فتهز العالم بيسارها. وصباحكم زي الفل. صباحك خير يا مدام سعاد، بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيبه. الام لما هي بتتكلم مدام سعاد على ان هي عمود البيت، كل سنه من سنوات عمرنا كله يعني واحنا صغيرين واحنا بنسمع عن كل سنه لازم يبقى فيه الام المثاليه. يمكن كنا بنسمعها في الاذاعه واحنا صغيرين، وزاره التضامن بتقوم بده، بعض المدارس، يعني حتى على التجمعات الاصغر، الدوله وهكذا. فكره الام المثاليه هل هي ليها مقاييس معينه؟ بتصور ان كل ام في بيتها هي ام مثاليه يعني باختلاف الظروف وطبيعه الاحوال، ولكن هي في النهايه هي ام، فبالتالي هي ام مثاليه. حقيقي طبعا كل ام من وجهه نظرها هي حتى لو مش ام مثاليه هي بتسعى ان هي تكون ام مثاليه، وهي بتجتهد في ده. ويمكن طبعا المدارس او الوزارات او بتختارها على مقاييس تانية، ولكن كان هو المبدا الاساسي تحملها للصعاب، وازاي هي خرجت جيل واعي او على قدر من العلم والخلق يعني. المجتمع ده عباره عن بناء، كل ام تمتلك طوبه في البناء ده. علشان الطوبة او اللبنة بتاعتي دي تبقى صحيحة، ما بدورش بس على المظهر المتمثل حتى في الشكل. ان انا دلوقتي مش هنقول معظم، يعني معظم الافكار يمكن اللي بتتداول بين الاولاد شكلهم حلو، الاولاد بيتعلموا فين، الاولاد بيروحوا نادي ايه، الاولاد المسائل بقت شكليه ماديه اكتر. بالظبط. يمكن ما بنسعاش، وحتى في التعليم انا علمت ولادي ايه عشان بقى ايه، وعشان وده اللي بيخرج لنا طبيب فاسد ومهندس ما عندوش ضمير وغيره 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 وغيره، لان احنا ما اهتمناش بزرع القيمه جوه اولادنا او الامثله دي. يعني ما اهتمتش بزرع القيمه. انا علشان اكون لبنه في المجتمع بتاعي لازم اخرج بالقيم اللي عند اهلي، بالحاجات الحلوه، زي مثلا يعني فكره الانانيه، يعني ان انا اولادي ابقى مالكش دعوه غير بنفسك، اهتم بحاجتك. الحاجات دي من غير ما احس انا ببنيها فيهم طول الوقت. واحنا مالنا،
احنا ملنا لا 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 ما مش يعني سلوك الاهل وتصرفاتهم أيوة. بينتقل بشكل طبيعي زي ما قلنا طبعا للاولاد من غير ما مع الوقت خلاص هو بيكون الانسان ده. لو هو انسان كل اللي بيسعى ليه بس، او هي الام كل اللي بتسعى ليه ان هي تخرج بيهم لنقط معينه من غير البناء الاخلاقي والحسي تجاه الناس المحيطين والمجتمع، وده اللي بيخلي عندنا فجوه وفي هزه، في هزه من عدم الاخلاق، في هزه من حب الذات، في هزه في كافه الميادين العمل حضرتك. هو دي المشكله الموجوده. فانا علشان اكون ام مثاليه طبعا بجتهد قدر المستطاع في كل شؤون البيت وفي كل شؤون الحياه. مش بالضروره انها تكون قصه مأساويه، يعني ممكن تبقى طبعاً. ام مثاليه يعني عايشه حياه كويسه، مش مرفهه وفي نفس الوقت ما هياش كادحه، لكن عارفه تربي اولادها بشكل مختلف. ومجرد ان هي زي ما قلت لحضرتك تخلق فيهم الحاجات الجميله وما تتخلاش عنها وتجاهد، يعني تشتري دماغك. وكمان في حاجه لما بنقول او جمله بتتداول، هما العيال هيعملوا لك ايه؟ لا بيعملوا. لما الاولاد بتتربى على الحب الحقيقي والام بتحب من قلبها، ودايما بنادي فكره الحب. والله يا استاذه داليا بعد عمر، وبعدين هم مش مسؤولين عن تحقيق احلام الام او املها، كمان احنا احيانا بنحملهم اعباء ان هو طب هو اداني ايه؟ انت مش محتاجه مقابل، هو هيدي في سكه ثانيه. هو البنت او الابن هو خد منك الرساله عشان هيسلمها لناس ثانيه، فانت بتخلصي ان هي في تربيته ومن قلب. اعتقد ان ما فيش ام بتكون من قلبها ما نفسهاش ولادها يبقوا احسن ناس يعني. اكيد طبعا. فهي طبعا الام المثاليه في اي مجتمع هي الام اللي بتحرص جدا على خلق جو من الموده والحب بينها وبين اولادها، ما تبخلش عليهم بالشيء الجميل، تبعدهم تماما عن الاحقاد وعن المشاكل النفسيه اللي عندها، لان برضو دي مشكله تانية. يعني ممكن الام تنتقم باولادها من المجتمع، مش يعني من أيوة. فاهمه حضرتك؟ ممكن الام باولادها انا على خلاف انا واستاذه داليا مثلا، لا لولادي. يعني ففكره الحب اكيد هتخلق حب تنتجهم اولاد صالحين. هاخد الاستاذ عمر، دكتور عمر حسن، عمرو حسن عفوا، عضو وحده مناهضه العنف ضد المراه بجامعه القاهره ومتحدث الرسمي لحمله انت لها. صباح الخير يا دكتور عمرو. صباح النور، ازيك؟ صباح الخير. الحمد لله، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتم طيبه، ونقول ان شهر مارس ده شهر المراه، ونقول فيه كل صحيح. كل ست مصريه كل سنه طيبه. احنا كان عندنا اليوم العالمي للمراه، وبعد كده عندنا يوم المراه المصريه، وبعد كده عندنا عيد الام، فعندنا ايام مناسبات كتير. ايوه دكتور عمرو، في حمله انت اهم الفعاليات اللي حدثت في الفتره الماضيه او خلال تحديدا هذا الشهر احتفالا بالمراه. لغايه دلوقتي كنا نظمنا 3 احتفاليات. كان اول احتفاليه كانت في اليوم العالمي للمراه، كان يوم 8 مارس. كنا منظمين مع كليه اداب جامعه عين شمس حمله كبيره اسمها شابات بلا انيميا. كان كل البنات اللي في كليه اداب عين شمس اتقاس لهم الهيموجلوبين عشان نقدر نكتشف هل يا ترى كشف مبكر عندهم انيميا ولا لا، وبعد كده ابتدينا نتكلم معاهم عن الانيميا واضرارها وازاي تقدري تشخصي. فكان مهم ان احنا نتكلم على حاجه منتشره جدا بين البنات والشابات جدا في مصر، الانيميا. بعديها يوم السبت اللي فات كان في القريه الفرعونيه كنا منظمين احتفاليه برضو، كنا عملنا فيها وقفه بالسلاسل البشريه على شكل علامه المساواه بين الراجل والست. كنا عاملينها في القريه الفرعونيه، وبعد كده ادينا ندوه ومحاضره اتكلمنا فيها عن انجازات المراه، وكنا عاملين زي مجله حائط عن انجازات المراه المصريه. بعد كده كان لسه عندنا بنحتفل يوم الاربعاء كان جوه القصر العيني. انا عضو في وحده مناهضه العنف والتحرش ضد المراه. استاذ بس ممكن نعلي الصوت عشان انا مش سامعه كويس. كان يوم الاربعاء اللي فات انا مع وحده مناهضه العنف والتحرش ضد المراه جامعه القاهره، كنا منظمين احتفاليه كبيره جوه القصر العيني، وكان معانا الفنانه اللي كان الجميله دره، وكنا شاركنا برضو، خلينا الطلبه والطالبات كلهم بتوع الكليه عملوا وقفه برضو على شكل علامه المساواه بين الراجل والست، وكانوا شايلين اللافتات اللي عليها علامات ضد التحرش وضد العنف ضد المراه.
فكان يمكن الشهر ده مليان زي ما قلت لك ب3 احتفاليات. صحيح. طب دكتور عمرو، من وجهة نظر حضرتك مثل هذه الفعاليات وايضا مثل هذه الحملات، سواء الحمله اللي حضرتك متحدث رسمي لها، حمله انت اهم، او غيرها، في عدد من الحملات وعدد من التجمعات المختصه بمناهضه العنف ضد المراه، بحل مشاكل المراه، مثل هذه الحملات ممكن تحل ازاي او تطور ازاي في المراه المصريه؟ انا دايما بقول ان التغيير في مصر صعب، فعشان كده بقول ان التغيير حتى لو مليمترات انا بعتبر ان ده نجاح، لان انت لا يزال برضو عندك ان انت النظره وحقوق المراه وحقوق الستات ممكن ناس كتير ما تبقاش مؤمنه بيها، يعني انت لا زال خلينا معترفين ان انت في مجتمع ذكوري، فالناس ممكن تكون مش متقبله التغيير، او ممكن بعد فتره لما تقعدي تتكلمي يقول لك ما هو كفايه على الستات اخذوا حقوقهم، وده اللي احنا كنا محافظين عليه في حمله انت الاهم، ان احنا يكون اللي مشاركين معانا دايما بنحاول ان احنا نشرك الرجاله، يعني ده يمكن ده اللي مختلفين عنه في اي حملات مهتمه بشؤون المراه. لو انت تابعتي هتلاقي دايما كل الحملات المختصه بشؤون المراه ست وبتتكلم مع الست او تقول للست انت ست ب 100 راجل او احسن من 1000 راجل، لا احنا بنبقى حريصين عندنا ان احنا نشرك الرجاله معانا، لان انا بقول ان هي في الاخر الست عشان تاخد حقها محتاج ست واعيه وفاهمه حقها، وراجل يكون متعاون ومتفاهم وفاهم ان ده حق الست. هو ده اللي احنا بنسعى اليه وده اللي بنتمناه في القريب العاجل. دكتور عمرو حسن، عضو وحده مناهضه العنف ضد المراه بجامعه القاهره والمتحدث الرسمي لحمله انت اهم، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. برجع لك يا استاذه امان، والمراه يعني احنا دايما تركيزنا حتى لما بنتكلم عن الفعاليات او عن الحملات بتسمعي عن حاجات كتيره ضد التحرش ولا للتحرش وانت اهم وانت، في حاجات كتيره قوي في منظمات المجتمع المدني قايمه بيها، بس معظمها او فعاليتها بتبان اكتر في المدن الكبيره، في المحافظات الكبيره. صحيح. ده خليني اسالك بقى، وضع المراه ايه في القرى، في الصعيد، في سينا، في الواحات؟ المرأة شكلها عامل ازاي؟ للأسف طبعا لسه ما وصلهاش كتير من حقوقها، ويعني ما زالت المرأة في الريف المصري، بس خلينا نفرق طبعا في الأقاليم ما بين الريف والمدينة، لأن يمكن المدينة هيكون واصلها ولو جزء يسير جدا من الفعاليات دي، او يعني المفاهيم، مش لازم بس الفعاليات، انا بديها كمثل. انا بتكلم على فكره تطوير المرأة، الفرق ما بينها وما بيننا احنا هنا واحنا قاعدين هنا دلوقتي. ما هي الفرق بين المجتمع هناك والمجتمع هنا، اكيد المدينه وصلها شيء، يعني يمكن ما بتلاقيش في المدن فجوه كبيره دلوقتي، وخصوصا الاجيال الجديده، الاجيال المتعلمه، المراه العامله، ولكن المشكله في الريف. في الريف سواء في الدلتا او في الصعيد، طبعا ما زالت في احصائيه انا قريتها كده، يعني يمكن هي من حوالي سنتين، كانت نسبه العاملات بالفلاحه 47%. نسبة كبيرة جدا طبعا. يعني لما حضرتك هتقولي دلوقتي واقع على كاهل المرأة الريفية كل الأعباء دي اللي هي من رعاية مواشي أو زراعة أو أي أعمال أخرى، طبعا كتير. دي حاجة تانية طبعا حقوق المرأة زي ما اتفضلت مدام سعاد مثلا، من يعني من زمان، انا مش عارفه هل هم دلوقتي في بعض لكن حقيقي في اسر وفي قرى في الصعيد مصر بتحرم المراه من حقوقها. فمين اللي يوصل الصوت للناس دي؟ مين اللي يعني هتلاقي حضرتك الناس اللي متفاعله مع الموضوعات اللي بتخص المراه في الاماكن دي هيبقى في المدن التابعه للقرى والاماكن دي، ويمكن ما فيش مواجهه حقيقيه لان هي خاصه بعائلات، عائلات بتحرم الاولاد من البنات، عفوا من والبنت لا تجرؤ اساسا انها تطالب او ترفع او تتجه للقضاء او ترفع قضيه، ده مستحيل. هتبقى مشكله كبيره بقى طبعا، يعني مش بيقدروا يقتلوها. حقيقي طبعا. طبعا. فبتسكت وخلاص هي بتهتم بنفسها. مع انه الدراما، انا الحقيقه يعني ما قابلتش او يعني ما روحتش عشت في الصعيد تحديدا مثلا علشان احتك بظروف المراه في حياتها هناك، بس دايما كانت الدراما المصريه، وانا الى حد ما بشوف ان الدراما بتنقل ولو جزء من الواقع، انه لا، المراه الصعيديه رغم احنا بنتكلم على حرمها من الميراث الا انها ليها وضع خاص عند اللي هي يعني الست الكبيره، الجده، ام العيال، مش وهي صغيره سنا، لما بتكبر في السن. هل هذا الوضع صحيح ولا ده صوره بتنقله لنا الدراما؟ ما هوش صحيح انه ما زالت المراه لا،
مأخوذ حقوقها مقهوره الى حد ما حتى في الصعيد؟ لا، هو وضع صحيح، بس هو في تركيبه عندهم كده ان المراه ما بتاخدش حقوقها لمفاهيم تانية. نوع من انواع صيانه حقها علشان ما يجيش الغريب وياخد ميراثها، فعلشان كده بتتجوز ابن العم. يعني هي شبكه كده مع بعض شكلها عجيب. هي ليها حقها وهم في نظرهم هم كده بيعززوها. يعني هم مش معترفين ان هم هادرين حقها. لا، هم كده بيعززوها، بيحافظ على فلوسها ومالها، لان لو جه واحد من بره هياخد ده. فموجوده صوره المراه دي اعتقد يعني. والعائلات الكبيره الام ليها مركزها في كل مكان، ولكن الحريه والاستقلاليه اللي مش موجوده عندهم بتحول طبعا دون ان هي تحصل على حقوقها يعني. ده تطور حصل، يعني المرأة مش على كل العصور، أو والله أعلم يعني حسب معلوماتي المتواضعة إنه لا، يعني في بعض المدن الخاصة بالمحافظات سواء في الدلتا أو في الصعيد كانت المرأة في الخمسينات مثلا بتتعلم بنسبة أكبر، بتروح الجامعة، بتختار، ممكن بتشتغل. فجأة حصل تطور سلبي للمرأة، ترجع تقعد في البيت. ما اعرفش اذا كانت دلوقتي رجعت تفكر تاني. اكيد. لا، دلوقتي الدلتا والصعيد تعليم المرأة وخروجها للعمل موجود. واحنا برضو زي ما قلت لحضرتك احنا هنفرق ما بين الريف والمدينة. يعني فلا المدن سواء في صعيد مصر او في الدلتا اكيد لا، بالعكس. يمكن الحياة الصغيرة اللي هي المغلقة دي بتخلي المرأة مش متشعبة الأفكار، ولسه موزونة الحياة ما بين إنها تتجوز وتحصل على زوج يشوف احتياجاتها، وما بين إن هي تشتغل على قد الشغل. ما شالتش قوي، بالعكس. مش شايفه يعني. انا برضو حسب وجهه نظري اللي انا شايفه، بس مش شايفه من الناس المحيطه لا ما شاء الله يعني حاصله على حقوق كتير ليها. طب تفتكري ايه اللي عمل الفروق دي؟ هو ده امر طبيعي في كل دول العالم، لما تبصي على اي دوله تبصي على القرى فيها وغير المدن الكبيره، طبيعه الحياه، طبيعه الستات وهكذا. بس الفروق مش كبيره، يعني هم مختلفين بس الفروق مش كبيره قوي. ليه احنا عندنا هنا في مصر لما تبصي كده على الخريطه تلاقي انه فوق حاجه وتحت حاجه، شمال حاجه او شرق وغرب حاجه تانية. الاختلاف كبير اللي هو واسع ما بين المراه هنا والمراه هنا. عمليه التطور اللي حصلت سواء هنا او هنا، يعني انا بعتبر ان ده كله تطوير للمراه. ازاي الاختلاف يبقى كبير قوي كده واحنا عايشين في دوله واحده؟ الفجوه دي مش موجوده في مصر بس. ما بقولك هي موجوده، بس احنا عندنا اكبر في معظم الدول العربيه. يمكن انا بقارن ما بين اوروبا مثلا وما بين مصر. يعني في الوطن العربي تقريبا نفس الفجوه دي ناتجه عن وجود ان الاقاليم او الاماكن المدن اللي مش رئيسيه. تلاقي حضرتك اي دوله تانية برضو فيها مدينه او اتنين للعاصمه واهم المدن مثلا هي المراه واخده شكل تاني، حتى في لبسها، حتى في حياتها. حقيقي هتلاقي كده. وفي الاقاليم مختلف. ده طبعا لان بتبقى العائلات والعادات والتقاليد اكتر في الاقاليم. يعني احنا ما عندناش عادات وتقاليد هنا؟ عندنا. طيب ليه؟ لا عندنا، بس حضرتك هتلاقي عندنا عاداتنا مختلفه شويه. عاداتنا مختلفه وكتيره. يعني حضرتك هتلاقي سكان القاهره معظمنا في اهالينا هنلاقي من مدن تانية، فهنلاقي يعني انت مش مرتبطه قوي بحاجه بشكل واحد. يعني حتى في اللبس، في الشكل، القاهره واسكندريه الوضع مختلف، لان احنا من مدن مختلفه. يعني الناس حتى اللي اصلها من القاهره من سين هي برضو من مدن مختلفه. هناك فكره الارتباط ببعض، وزي ما قلت لحضرتك المحافظه والعادات والتقاليد بتدي شكل. دي حاجه. الدرجه بقى الثالثه اللي هي الريف، او لان هي ما وصلهاش الخدمات والرعايه الكافيه. دي بقى نقطة ثالثة يعني، أو ناس تانية ممكن يكون. يعني إذا الدولة بتلعب دور أيضا في عملية تطوير المرأة بشكل حتى غير مباشر، يعني الصحة أو التعليم أو كذا هو حق مطلب حقيقي، بس اللي انا اقصده ان هي ما هياش خاصه بتطوير المراه قوي، لكن هي بتلف في النهايه
في نفس الدايره. لان كمان يعني في حاجات هتلاقيها مثلا اقدر ليها منظمات وهيئات في المدن الرئيسيه، لكن انا ما اقدرش انتشر في كل الاقاليم. صح. تمام. ولكن زي ما بقول لحضرتك هو برضو واصلهم جزء. اللي محرومين تماما هم طبعا اللي في الاماكن النائيه زي ما حضرتك اتفضلتي، كمان سيوه، بعض القرى والنجوع في صعيد مصر، بعض القرى في الدلتا. اكيد السينما والدراما والاعمال الفنيه الدور اللي لعبته مع المراه على مر العصور بتشوفيه ازاي؟ وممكن ياثر ازاي اكتر في الفتره اللي جايه؟ الدراما يمكن قريب انا كنت الموضوع ده شاغلني وكنت بتفرج مش بس على المرأة، هي خلقت أفكار وصورة ذهنية عن الجواز وعن الرجل هي خيالية إلى حد ما، فعملت مشاكل للمرأة وعملت مشاكل للبنت أكتر، فبدأت تطالب بحاجات هي من حقها بس هي مش موجودة في البنت، بس هي مش موجودة بالشكل ده. كنا يمكن قبل 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة الأيام دي كانت جميلة الدراما المصرية، وكان التلفزيون بتاعنا بيعرض مشاكل الأسرة الطبيعية وازاي الست تخطط ده وازاي ربت أولادها وازاي وفرت وعندنا يمكن حتى مشاهد ومقولات كتير. في ناس كانت بتقول لك ان ده اتجاه سلبي للمرأة ومخليها على طول خانعة ومخليها على طول ضعيفة. في بعض الناس بتفكر بهذا الشكل، فكرة السيد وأمينة والست المغلبنة في البيت وجوزها بيعمل اللي هو عايزه وكل وظيفتها في الحياة ان هي قاعدة مستنية عشان دول يرجعوا وتحضر الغداء وتقف في المطبخ. انه الصوره دي بالعكس دي صوره سلبيه عن المراه. هي دي المعادله اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي من القديم صوره الام. مفيش انسان بيحس بانه سوي غير لما بيقوم بالادوار اللي خلق عليها، وخلقت المراه على تعدد الادوار ما بين البيت وما بين العمل. يعني اذا هي مش قادره تعمل والعمل ده اختياري في ايديها ومش قادره تعمل من غير ما تهدر حق الاولاد والاسره، يبقى هي ما تعملش، لان هي دورها الاساسي تنشئه الجيل، والا احنا هنبقى كلنا فوق الطوبه دي، احنا ما بنحطهاش مكانها. الدراما زمان كانت بتوضح الصوره العاديه البسيطه. لما تطورت دلوقتي هي ما ضافتش، هي خدت الوجه الاخر وخافت الجزء الاساسي للمراه، خافت دورها الحقيقي وخدت الجزء الثاني اللي هو بقى خلي بالك شكلك هيتجوز عليكي مش عارف ايه، الراجل ما بيملاش عينه غير التراب، كل طبعا الحاجات الجديده دي. وبعدين يبتدي يفتح لها مجالات ان شوفي نفسك، دوري على نفسك. المعادله هنا ان انا اشوف نفسي وادور على نفسي بان انا يكون ليا اهتماماتي في الوقت المناسب لده، مع الحفاظ على دوري كأم، لاني لو قصرت في دوري كأم اكيد مش هبقى سعيده، اكيد مش هبقى انثى كامله. تفتكري يا استاذه امانه يعني اللي بيخليني اقول انه في تغييرات وهزه حصلت، مش هقدر اعمم، هي برضو ما زالت الحمد لله انها حالات فرديه، بس كون انها تحصل في حد ذاتها دي عليها علامات استفهام. يعني من 20 سنه مثلا كده او اقل يمكن كنا بنسمع عن الستات اللي 20 سنه ما كناش موجودين، يعني بيحكوا لنا من 20 سنه انه كان في ممكن تسمعي عن حادثه ست قطعت جوزها وكان ممكن يتقال ساعتها ما هو من كم العنف اللي الراجل بيديه للمراه، من انه مش عايز يديها حقوقها، عايز تطلق مش عايز يطلقها، مبهدلها في المحاكم. فممكن توصلي وتبقي مستغربه انه ازاي ممكن المراه فعلا توصل في لحظه بهذا العنف. المشكله اللي بتشوفيها دلوقتي كم الطلاقات اللي بتحصل بوجود اطفال او مش وعدم وجودهم، العنف اللي ممكن بقى تفتحي الجورنال وتشوفي ان ام قتلت ولادها عشان مش عارفه عاشقها حصل فيه ايه، انه هي عشان تخلص من جوزها وتخلص من كل حياتها معاه ممكن تقتل ولادها، الاب بيقتل ولاده، ممكن تقتل جوزها وولاد، اللي هو ده بعيد تماما عن طبيعه المراه. يعني تماما يعني الاعتياد سواء من صوره الواقع وحتى زي ما بقول كنت بتنقلها القصص والدراما، انه لو رماها او سابها هي بتشيل طفل وبتمسك طفل تاني وتقعد تبيع على الناصيه، بس ما بترميش ولادها. تسمعي عن قصص وقضايا ان هي بتحاول عشان الزوج ما ياخدش، لو في حاله الانفصال ما ياخدش الولاد او تبقى الحضانه لوالدته وهكذا. دي قصص اللي اتربينا عليها اللي شفناها. يعني ايه اللي حصل للمراه؟
خلينا طبعا نقول ان دي حالات فرديه، انا طبعا ما بعملش، مش بس انا بس بستعجبها كمان ولكن شاذه. يعني ممكن تكون كترت مع الضغوط الحياتيه. الضغوط دوافع وليست مبررات. يعني انا دافع للمرأة ان والله يبقى عندها مشكلة قاسية جدا، ولكن هي وصلت لحالة مش طبيعية اللي وصلت لمسألة القتل دي يعني. فما نقدرش احنا نناقش حالتها لان هي بتكون دخلت في مسألة نفسية كبيرة جدا، ولكن الدافع هو قد يكون الضغوط الحياتية، وقد يكون المعاملة السيئة طبعا من الرجل، وقد يكون، ولكن ليس مبرر. صحيح. استاذه امال عشان فاضل دقيقه، بتطلبي ايه من المراه النهارده؟ يمكن احنا جبنا بعض السلبيات علشان يهمنا قوي ان المراه تبقى شايفه نفسها، واقفه قدام مرايه وشايفاها كويس. هي ست جميله، ست عظيمه. انا معروف عني ان انا متحمسه ومنحازه للمراه. انا النهارده جايه وانا عارفه ان انت سامعاكي يعني. فبس ما تضحكيش على نفسنا، عندنا بعض النقاط تقولي نقاط الضعف. احنا جمال جدا، عايزين اكتر، عايزين قدام نطمع دايما في حاجات اكتر. كنا لسه بنتكلم قريب ان احنا عايزين حقائب وزاريه اكتر، وعايزين تمثيل اكتر في البرلمان، عايزين المراه بشكل احسن. تقولي لها ايه النهارده؟ اقول لها كل سنه وانت طيبه، ما تهمليش حقوقك في الحياه، حقوقك مش في المجتمع، حقوقك الاول بينك وبين نفسك كأنثى. دوري على اهتماماتك، الحاجات اللي انت بتحبيها، الحاجات اللي ممكن تكوني نسيتيها في زحمه الولاد. التضحيه علشان ولادك والتعب علشانهم مش مشكله، مش حاجه هتندمي عليها في يوم من الايام، بالعكس انت هتتبسطي جدا لما تبصي وراكي تلاقيهم. ما تنسيش نفسك، المعادله ما بين ده وما بين ده في ايديكي. فكري دايما ان انا اقدر اعمل كل حاجه، ومفيش حاجه ليها وقت، وفي اي وقت تقدري تبداي. وكل سنه وانت طيبه، وربنا يخلي كل الامهات ويرحم الاموات، وامي الله يرحمها كمان عيد ميلادها كان النهارده. وكل سنه وانتم كلكم طيبين وبالصحه والسعاده يا رب. وما تخافوش، الدنيا لسه جميله، وطول ما انت عايشه تقدري تدي حاجات حلوه. وبصي لاولادك وما تستهونيش بالثمره دي، لانها اكبر ثمره في حياتك. استاذه امال فقيه، الكاتبه والاخصائيه التنميه البشريه، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني النهارده، والقعده معاكي كانت جميله. كل سنه وانتي طيبه، ويا رب دايما نشوف فعلا المراه في احسن وضع واحسن حال، نكون قاعدين مع بعض السنه الجايه كده واحنا بنتباهى اكتر واكتر بالمراه في المجتمع المصري. بشكرك وبشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. والى اللقاء. في عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تنادينا تلاقينا زي الكل.